يعطيكم العافية شباب، كيفكن؟ شو أخباركن؟ ما رح طول عليكم بالشرح. في هالض رح أضبط لكم الأورج 2024 مثل ما خبرتوني. بخصوص الشباب اللي ما ضبطت عندها الأورج، تمام. بتلاقوا رابط الأورج تارك لكم إياه بصندوق الوصف. أول شغلة بنفوت على الإعدادات العامة، تمام. بتفوت على الضبط، بتفوت على الإعدادات العامة، بتنزل لتحت. شايف عندك هدول الخيارين؟ هدول بيكونوا شغالين عندك طفيين. هي أول شغلة خلصنا منها. هون عندك لوحة مفاتيح، عدد مفاتيح حسب الرغبة. عرفت كيف بدك إياهم؟ كتار المفاتيح بتكترهم، مثلا 14 مفتاح، 15 اللي بدك إياه حسب الرغبة. ماشي، جوالك صغير حطه 10 أو 9 اللي فيك أنت المناسب عليه اللي بدك إياه. هذا مو مهم، تمام. عرض توضيح المفاتيح مثلا، ليك عندي هون ما في عندي شو اسمه أسماء المفاتيح. عرض توضيح المفاتيح، مثلا حطيناها دو ري مي سي، هيك بس حسب الرغبة. كمان هاي مانا مهمة. جودة المفتاح حطه منخفض مشان يكون سريع. ليش كاتب لك هون عالي بس رح يكون بطيء المفتاح؟ ليك حطه منخفض وسريع، انت ما بيهمك المنظر. هي خلصنا من هون. في عندك اسا هون شو اسمه، حجم المفتاح الأسود. المفتاح الأسود طبعا هذا هو، تمام. أنا ما بدي إياه طويل مشان آخد راحتي بالعزف. فشو بحطه هون؟ بحطه عندي قصير. فيكن تحطوه متوسط، فيكن تحطوه قصير جدا، كمان حسب الرغبة. اتصال ما قلنا شغل فيه. عندك هاي التحكم والأهم، ليك كاتب لك الطريقة الأولى والطريقة الثانية. يا شباب أنا عم أحكيكم بخصوص الأورك 2024. إذا راح يكون عندك طريقة أولى، بالطريقة الأولى ما في ترتيل الصوت. اسمع، ما في عندك ترتيل الصوت، تمام. مم. ما في ترتيل الصوت. فشو بنعمل نحن هون؟ بنروح على التحكم، بنحط الطريقة الثانية. شوف كيف بتختلف عن العزف. مم. يعني صار عندك مثل أورك حقيقي، يعني فيك تقول تقريبا. عندك إيقاع الوتر. إيقاع الوتر هدول الضبط ليك طلع مثل ما هنن بتتركن. ماشي، في عندك وتر طريقة الاختيار بتحطوا هذا الخيار مثل ماني حاط لكم أنا، تمام شباب. إخراج الصوت حسب جودة الجوال يا شباب. إذا كان جوالك قوي بتحط هذا الخيار، أنا جوالي متوسط فبحطه متوسط، تمام. المايكروفون مرة تستخدمه طبعا. الإيقاع كمان حاطه متوسط. إذا جوالك قوي حط يا هاد الخيار يا هاد الخيار. أنا حاطه هذا مشان ما يصير عندي أي مشكلة بالصوت. هي خلصنا من كل هالمشاكل. والشباب اللي عم تسأل شلون بدنا نضيف صيت، هاي كلمة الصيت. شايفينها؟ بطئ الفيديو، إذا اللي ما فهم الشرح يبطئ الفيديو وشوي شوي يستوعب. مثلا أنت نزلت صيت من داونلود، تمام، إنه من طريق النت. من هون تفوت تكبسها لهي الكبسة. هاي راح نفوت على المجلد الأساسي أول ما بيطلع لك الصيت. بتكبسها لهي الرجوع، تنزل لتحت هاي الملفات، هاي الداونلود، تمام. هي أنا منزّلها من على النت، وبتفوت بتنزّل بدك إياه. منزّل مثلًا من التليجرام، بتدوّر على ملف التليجرام بتنزّله. ما في شي صعب شباب، عرفت كيف؟ بس ركّز بالشرح. ووصلنا لنهاية الفيديو، نتمنى منك الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، وإن شاء الله ما بنقصّر معكم إخواتي.